يلا فيديو جديد هنعمل مع بعض النهارده قراقيش الصاج. المفروض نقوله عليها قراقيش ال10 دقايق. انت في 10 دقايق هتدخلي تعملي القراقيش، مش هتاخد منك وقت. مقاديرها بسيطه، مفيش تكلفه كتيره ولا غلبه كتيره. في 10 دقايق هتدخلي مطبخك هتعمليها. الناس اللي بتحب السقسقه زي كده تجمع هنا في 10 دقايق كل يوم هتدخلي تعمليها ان شاء الله. من كتر ما حبيتيها هتدخلي تعمليها كل يوم. خفيفه وبسيطه وسهله. الفيديو حلو، يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم كل جديد. هتعملي كوبايه شاي بحليب زي ما انت حابه وهتفطري بيها الصبح. يلا كده على المقادير. اول حاجه معايا كوبايه الا ربع من الميه، تكون ميه دافيه. اخدت ربعها وحطيت معلقتين من السكر ومعلقه من الخميره. هشوف التست بتاع الخميره هسيبها بقى دلوقتي. ومعايا كمان نص كيلو من الدقيق، حطيت عليهم رشه ملح، كوبايه الا ربع من السمنه والربع التاني زيت. انا عاوزاها تفك بس مش هسخنها ولا حاجه، يعني انا كده حطيتها على بخار ميه علشان تفك. لو عندك ميكروويف حطيها فيه. معلقتين كبار من السمسم. وهقلب المقادير بتاعتي. هنا ممكن تحطي شمر وتحطي كمون لو انت حابه، لكن النهارده حطيت حبه البركه. طعمها كان مختلف، يعني مش كلنا بنحطوه، لكن بجد كانت عاطشه طعم للقراقيش، يعني مختلف وحلو قوي. زي ما انتم شايفين يا دوبك انا فكيتها ولا سخنتها ولا اي حاجه. هقلبها كويس. هنا يعني انا عاوزاكي تبسيها كويس. شربي الدقيق في السمنه والزيت اللي احنا حطيناهم لحد ما تبقى في ايديكي زي ما انت شايفاها. الخميره عرفت ان هي بقت كويسه من ايه؟ عملت فقاقيع كده ولقيتيها زي قبت كده او نفشت كده، اعرفي ان هي ان شاء الله مظبوطه. وبعد كده حطيت نص كوبايه الميه التانية، يبقى كده اخدت معايا كوبايه الا ربع من السوائل. هعجنها كويس، يعني حاولي بس ان انت تلميها ما بتتعجنش كتير. شايفه العجينه معايا يعني سلسه ازاي؟ عاوزاها بالشكل اللي انت شايفاه ده. خلاص كده خلصناها، اسيبها ترتاح لحد ما اجهز العجوه بتاعتي او الحشوه اللي انت هتحشي بيها. معايا عجوه حطيت عليها معلقتين من السمسم ومعلقه سمنه بلدي كده تديها ريحه حلوه. ما عندك السمنه بلدي يا ستي اي سمنه موجوده عندك. عجنتها كويس وخلاص كده بقت جاهزه معايا. هرجع للعجينه هقسمها نصين، يعني جزئين بالظبط. عندي الصينيه دي، يعني مش دي اللي هتكمل معانا، خلينا بس دلوقتي. عندك ورق زبده زي ما عملت كده، او عندك سيليكون على قدها بالظبط هتعملي اللي موجود عندك. لكن انا حطيت ورقه الزبده زي ما انتم شايفينها مكمله معايا شويه حلوين. وهقول لك دلوقتي عملت ايه تاني. هبدا افردها. لكن حسيت ان العجينه هتكون رقيقه قوي، فجبت الصينيه دي مقاسها كويس، يعني اكبر صينيه في الطعم. قصيت ورقه الزبده وبقيت على قدها. هبدا بقى افردها زي ما انتم شايفين. مش بقولك في 10 دقايق هتعمليها، بجد يعني سهله قوي. كل يوم هتدمنيها وهتقومي تعمليها على الفطار. لو وصلتي لحد هنا يا قمر انت وهي ما تنسيش اللايك. بعد كده هبدا بصي قلبتها وحطيتها اهي في ثواني. ورقه الزبده بتتشال ولا هتتقطع ولا هيجرى لها حاجه، ده هي مكمله معايا. العجوه لما بتحطي عليها سمنه بتكون يعني سلسه كده وبتتفرد معاكي على طول. هبدا احطها بالنشابه بتاعتك وهتبداي تفرديها. اي يعني مش شرط نشابه، اي حاجه عندك بتفردي بيها افردي بيها. بصي بتتفرد معايا على طول. هفردها على قد ورقه الزبده. ورقه الزبده هنا مساعداني ان انت بتحطيها وكمان بتفردي على قد الصينيه، يعني الطبقات بتطلع ان شاء الله متساويه. يعني لو في جزئيه او في حاجه بسيطه ممكن طالعه من الحروف انت بتقدري تسويها. ممكن غصب عني بتكون في زيادات او حاجه بتكون بسيطه، يعني انت لو هتشيلها تحطيها فوقيها ممكن حته تانية بتكون مش واصله لها، او العجينه اللي تحت يعني باينه، بتبداي تسويها. خلاص كده هنرجع بقى اخر جزئيه في العجينه بتاعتنا. هفردها وهحطها هي كمان. بتحطيها ورقه الزبده بقى ما بتلزقش فيها ولا اي حاجه، ما تقلقيش خالص. مجرد ما بتحطيها خلاص ورقه الزبده مهمتها بتنتهي. بتبداي تشيليها وخلاص على كده. قبل ما بدخلها الفرن ببدأ اقطعها. يعني هنا كمان بتكون حلوة ان انت بتقطعيها متساوية، وبيكون يعني القرقوشة كلها قد بعضها، يعني كل القراقيش قد بعضها. ببدأ اقطعها زي ما انتم شايفين كده وبسيبها ترتاح. اهم حاجة في الوقت ده ان انت تسيبيها ترتاح. يعني سبتها حوالي 25 دقيقة وكنت مولعة الفرن. اول ما الفرن يسخن، يعني انا عاوزة الفرن يسخن قوي، بولعه من تحت مش بولع الشواية خالص. وحطيته على الرف الاوسط يعني على درجة حرارة 120، يعني ما حطيتش اكتر من كده علشان انا عاوزه القراقيش بتاعتي مقرمشه وحلوه. حطيها على الرف الاوسط على درجه حراره 120. اول ما تحمر زي ما انت شايفاها كده خلاص هتكون احمرت من فوق ومن تحت. طب انت الفرن بتاعك مش بيوزع الحراره كويس؟ ما احنا الفرن ممكن يكون مختلف، فانت ممكن تولعي من فوق شويه لحد ما يديك الدرجه الحلوه دي. كانت مقرمشه وخفيفه. بصي نافشه ازاي. اهم مرحله ان انت تسيبيها بعد ما تقطعيها كده ان هي ترتاح، ده اللي هيديك الهشاشان اللي انت شايفاه.
في ناس كتير في رمضان مش بتحب تتسحر لكن بتبقى عاوزه حاجه خفيفه، لا اعمليها وان شاء الله تتسحري بيها وتكون خفيفه وحلوه قوي، مش هتاخد منك حاجه، ده انت كل يوم هتدخلي المطبخ تعمليها. بجد كانت طعمه كده في اكلها وكانت خفيفه، يعني انا بسجل النهارده الفيديو تاني يوم والله ما اتبقى منها غير يعني واحده بس علشان الحلفان، وانا داخله اسجل دلوقتي شايفاها على الرخامه. لا حلوه، جربيها، تجربه سهله ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. طب هي عجبتك يا رشا بحبه البركه؟ كان طعمها مختلف، يعني بنتي بتقول يا ماما فيها طعم اول مره ادوقه بس حلو، لا كانت جميله والله بحبه البركه. اول مره اعملها بحبه البركه، عملتها كتير بالشمر وباليانسون لكن بحبه البركه كان اول مره، كانت حلوه قوي، جربيها ان شاء الله تعجبك. يا رب الفيديو النهارده يكون بسيط وسهل ويكون عجبكم وقدرت اوصل لكم ولو معلومه صغيره. ما تنسينيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. مع الف سلامه.